الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وحبيب رب العالمين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة المؤمنون، موضوع خطبة اليوم موضوع يتحدث عن الخلق الحسن، موضوع يتحدث عن طلاقة الوجه، موضوع يتحدث عن البسمة الصافية. لقد وصف الله عز وجل سيد النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في آية من القرآن الكريم، قال له رب العالمين: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلمت، وما رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، إننا بحاجة أن نقف مع أنفسنا وقفة صادقة. هذه الوقفة ننظر ونتأمل فيها: هل نحن حقا نحسن أخلاقنا؟ هل نحن حقا نتعامل بالخلق الحسن، نتعامل بخلق الإسلام، نتعامل ونتعايش بالخلق الذي جاء في القرآن، نتبع هدي المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم؟ إن من ثمار العبادة وإن من أهداف الطاعة أن تحسن أخلاقنا، أن تؤثر فينا. فالله عز وجل قال عن الصلاة: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله عز وجل قال عن الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال الله عز وجل عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخف ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. قال الله عز وجل عن الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أو كيوم ولدته أمه. نحن بحاجة إلى أن نقف مع أنفسنا. ربما يؤدي الإنسان الأركان والواجبات، لكنه في معاملاته مع الناس، في معاملاته مع جيرانه، في معاملاته في محيط أسرته، مع والديه، مع زوجته، مع أبنائه، انفصال وانفصام عجيب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئلت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، يأتمر بأوامر القرآن، ينتهي عما نهى عنه القرآن الكريم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل. أيها الإخوة المؤمنون، ليست العبرة بأن تكثر من الصلاة وأن تكثر من الصيام وأن تكثر من الصدقة، إنما العبرة أن تؤثر فيك هذه العبادات وأن تؤثر فيك هذه الطاعات. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تكثر من النوافل، يعني بعد أن تؤدي العبادات المفروضة إذ بها تكثر من النوافل، تكثر من الصيام النافلة، تكثر من الصدقة، تكثر من التطوع، لكن عندها خلل في خلقها، عندها خلل في معاملاتها. قال: لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. وذكر عنده امرأة لا تؤدي إلا المكتوبة، لا تتصدق إلا بالأشياء البسيطة، لكنها تحسن إلى جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. انظر لهذا الحديث، بل هذه الأحاديث التي تبين لك فضل حسن الخلق. البر شيء هين، وجه طلق ولسان لين. إنك لن تستطيع أن تسع الناس بأموالك، لكنك تستطيع أن تسع الناس بأخلاقك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا. من هم؟ أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لنا كيف بحسن الخلق كيف يصعد الإنسان المؤمن إلى أعلى الدرجات وإلى أعلى المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. بحسن الخلق تبلغ درجة من يصوم النهار تطوعا لله عز وجل، من يقوم
الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. أثقل شيء في ميزانك يوم القيامة حسن الخلق. بل يبين النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل: من منا لا يريد أن يدخل الجنة؟ كلنا يريد أن يدخل الجنة، كلنا يدعو الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. أكثر حاجة تدخلك الجنة أن تتقي الله عز وجل، أن تحسن أخلاقك. اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألم تنظر إلى سيرته صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيح يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فوالله ما قال لي أف قط. ما قالوش شوية هوا خارجين منك بس، يعني بتعبر عن شيء من اللي في داخلك. ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء تركته لما تركته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. هكذا كانت أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يأتيه رجل أعرابي غلظ أو غليظ ومعه أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، فيجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من ردائه حتى تؤثر في صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم، ويقول له: يا محمد مر لي بمال. فليس المال مالك ولا مال أبيك. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من الخير شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقر من الخير شيئا ولو أن تتبسم. هذه الابتسامة الصافية، هذه الابتسامة الخالصة، ليست الابتسامة التي يبتسم بها الإنسان كما يقولون ابتسامة صفراء والقلب في غل، في حب، في حسد، وفي ضغينة. فهذا من شر الخلق عند الله يوم القيامة. إنك تستطيع أن تكسب ود الناس بابتسامتك، بحسن خلقك. أما سوء الأخلاق فإنه يفسد العمل. سوء الأخلاق يفسد العمل كما يفسد الخلق العسل. قد يخاف الناس منك، قد يهابونك، لأن لسانك لا يسلم منه أحد. وقد يتفاخر الإنسان بذلك، يقول لك: أنا ما فيش حد يبقى اقتصادي، الناس بتعمل لي 1000 حساب. وهذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. في الصحيح استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة هو. بئس دوت أسلوب ذم، بئس أخو العشيرة هو، ائذنوا له. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هش له النبي صلى الله عليه وسلم متبسم. فلما خرج قالت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، هذا الرجل لما استأذن قلت بئس أخو العشيرة هو، يعني كأنك مش عارف بجد مش عارف تشوف وبتذمه. ولما دخل إذ بك تهش له وتبتسم له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة،
إن من شر الناس عند الله أو إن من شرار الخلق من يخافه الناس أو يتقيه الناس مخافة شره وسوءه. شر الخلق عند الله عز وجل أن يخاف الناس منه أو أن يتقيه الناس مخافة فحشه ومخافة سوءه. لذلك كان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. يقول يا رب زي ما حسنت خلقي، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فحسن خلقي. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. دعاء جميل وذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا أنت ولا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. ايها الاخوه المؤمنون، ان ديننا علمنا النظافه والجمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. ونبينا صلى الله عليه وسلم أيضا حثنا على نظافة المسجد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة سوداء أو أن رجلا أسودا كان يقم المسجد، يعني ينظف المسجد، فأدخله الله عز وجل الجنة بهذا العمل البسيط. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يلتقط الأذى، يعني بسبب التقاط